جيل الالفينات واللي انا واحد منهم، فعاوزين نتكلم عننا شويه. واللي ما يعرفنيش انا احمد عبد العزيز ابو العلا. اتاكد انك عامل سبسكرايب في القناه واعمل لايك للفيديو، ويلا نخش في الموضوع على طول. لو انت من جيل الالفينات قررت بشكل ما او حكمت عليك الظروف باي شكل ان انت تقعد في قعده الكبار اللي احنا كلنا عارفينها دي، فغالبا يعني هيكون موجود الشخص اللي مستني كلام او الحديث يوصل باي شكل من اشكال للنقطه اللي يقدر يقول فيها يا ابو حميد، هو انت شفتوا تعب ولا مرمطه؟ كنت فين انتوا لما احنا كنا بنشوف جاي على الدلع على طول؟ غالبا الشخص ده يكون كل غرضه هو الهجوم عليك فقط. فانا مش هبقى زيه وهتناقش معاك بالعقل وبالمنطق وواحده واحده. يلا بينا. احنا جيل اتصعب علينا كل حاجه، بل ابسط حقوقه بقى بيعافر عشان يوصل لها. وركز معايا، ده حقوق بس مش حاجات هو متطلع لها، لا مجرد حقوقه بقى بيعافر عشان يحصل عليها. يعني مثلا اول حاجه هي جوده التعليم. كبلد حاليا تعليمك متدمر ايا كانت الاسباب، مش عايزين نخش في اسباب دلوقتي، بس انت الوضع حاليا ان انت تعليمك متدمر، مفيش تعليم في مصر يا راجل. ده في ناس ممكن تخلص ابتدائي واعدادي، ومش عايز اقول ثانوي عشان ما بقاش بافور، بس هم موجودين ما يكونوش بيعرفوا يكتبوا ويقروا بشكل كامل او بشكل صحيح. وفي ناس بتخلص تعليم جامعي بيخش كليه 4 سنين او اكتر وما بيبقاش عنده ادراك باللغه الانجليزيه، او ساعات بتبقى ما فيش انجليزي خالص اساسا. فكده معاك تعليم اكس. طب الصحه، طيب يعني مش عايز اتكلم كتير بس ايه اكس من غير ما نتكلم. طب شاب عاوز يتجوز، طيب حقه، شاب هيتجوز حقه طبيعي، يا الله على كل اللي هيعمله. وهيستغنى عنه عشان مجرد بس يتجوز، عشان يجهز اساسيات الجواز زي مثلا ان هو يعمل شقه، يجيب شبكه، الحاجات الكتير دي كلها. البنات كذلك الامر برضو، لو هي معتمده على نفسها عشان تقدر تجيب جهازها موضوع صعب. حتى الاهالي نفسهم اللي هم الجيل اللي بيقولوا عليهم الدلع، هم نفسهم تعبانين وشقيين معانا في ان هم يجهزوا لنا الحاجات دي. وزمان كده كنت تسمع الفيديوهات على السوشيال ميديا او حد بينصح الشباب الصغير اللي هو اعدادي ثانوي، انزل اشتغل عشان تقدر تحقق الحاجات اللي انت عايز تعملها او اللي نفسك فيها من غير ما تتقل على الاهل. لا، انت الوضع دلوقتي ايه؟ انت الوضع دلوقتي الشباب بتاع اعدادي وثانوي كل الشباب هيشتغلوا عشان يساعدوا اهلهم، وكمان غالبا مش هيقدروا يحققوا الحاجات اللي هم عايزين يعملوها، او يعني نفسه بحاجه مش عارف يجيبها. ده انت بتشتغل عشان مجرد تسد احتياجاتك الاساسيه بس. طب بعد ما تخلص رحلتك التعليميه الجميله اللي قعدت فيها 16 سنه بتتاهل وبتتجهز عشان تخش تشتغل في المجال اللي انت درسته في الكليه، غالبا تخش تلاقي سوق العمل مفيش، مالكش شغل معانا، مش هتلاقي شغل في مجالك الا بعض المجالات القليله اللي هتلاقي فيها شغل ومرتب ضئيل جدا ما يعيش شاب لوحده. ما بالك لو هو هيتجوز ويعمل اسره وهيصرف على حد معاه. مرتبات ضعيفه حتى لو اشتغل في المجال الطبي كمان، فده بيؤدي الى ان المجال الطبي بيبقى سيء اللي هو الصحه اللي احنا عملنا عليها. فهتقعد انت بقى تنحت في الصخر هنا وهنا وهنا لحد ما ربنا يكرمك ان شاء الله بشغلانه، او حتى ممكن ما تكونش وظيفه يعني، بس اللي هو ساعد لحاجه فربنا كرمك بيها وتقدر تعيش بيها على الأقل. حاجه عامله عبء كبير على الجيل بتاعنا وهي السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي فعلا مهلك. هي تبان من بره حاجه لطيفه وتسلي وقتك وبتستمتع وانت قاعد عليها وبتتفرج على فيديو بتاع حد بتحبه مثلا، هي فعلا ممتعه ومسليه ومفيده كمان لحد نقطه معينه، لحد خط معين كده. اول ما بتوصل عنده بتكون الدنيا ماشيه معاك عكس. هي بتبقى اساس معظم المشاكل اللي بيعاني منها الشباب حاليا، واللي اهمها المشاكل النفسيه اللي غالبا هنتكلم عنها لوحدها. بس هي فعلا السوشيال ميديا هي اهم عامل في تدمير النفسيه. يعني بتبقى قاعد تتفرج، ده سافر هنا وده عنده كذا وكذا وكذا، وده شغال في الحته الفلانيه دي، وده مين فين وحياه يعني ودنيا تانية، وانت قاعد 3 دقايق مستني الصوره تحمل عشان النت خلص من نص الشهر تقريبا ومش قادر تجدد. منكم الله. السوشيال ميديا كمان حطت عليك ضغط كبير جدا تحت ما يسمى بالمعايير، معايير جمال، ان مش عارف الشباب والجولاين مش اي حاجه. انا قدام الموضوع الجولاين ده، خلي بالك انت ليه مهتم بالجولاين؟ يعني في حاجات اهم، في حاجات اهم والله عشان تقدر مثلا تعجب البنت دي او ايا كان يعني، ماشي سيبك من الجولاين. معايير اجتماعيه كمان اللي هو ده لبسه كذا فهو مش هيقدر يكون صاحبنا بقى معلش، او هو باين عليه ان هو قاعد في مكان فلاني في منطقه شعبيه بتاع معلش بقى حاول مره تانية. نحكم على حاجات بسبب اسباب هي مش بتاعتها. دي ايه علاقه ده بده؟ ليها نربط ده بده؟ ما تعرفش، هو كده خلاص معايير، هو ده بقى الموجود. كل حاجه بقى ليها معيار، فبالتالي الشاب بقى عايش حياته جوه دوامه من المقارنات. هيقارن نفسه بده وهيقارن نفسه بده، وبالغالب هيقارن نفسه دايما بالاحسن منه، باللي عنده حاجات اكتر منه. يطلع غالبا من المقارنه دي خسران، فكل اللي هيأثر عليه هو نفسيته هتبقى بالسالب، ثقته في نفسه هتنعدم، حاجات تانية كتير. الراجل ده حتى يعني الميزه اللي كانت في الجيل القديم اللي كانوا بيدوروا عليها اللي هي وقت الفراغ، ان هو يخلص شغله يبقى عنده ساعتين 3 4 قاعد ما بيعملش حاجه بيستريح فيها وبس. هو ده كان بيبقى الغايه. اللي هو انت دلوقتي الحاجه دي اللي هو عنده ساعتين 3 فاضيين دي بقت حاجه سلبيه، بقت نقمه عليه مش نعم يعني، فاهم؟ الفراغ هو اصعب حاجه على الشاب. يعني انت ممكن يروح لحاجات وسكك تانية خالص بمجرد ان هو ما عندوش حاجه يعملها. فحتى الحاجه اللي كانت المفروض ان هي تكون نعمه لو وصل لها، هي بقت حاجه سلبيه بالنسبه له، ان هو بتضره وبتوصله لحاجات هتدخله في دوامات هو مش قدها. بس ايوه، وعند بس دي 100 خط تستناني وتسمعني تاني كويس.
سخنت كده ليه؟ ماشي، ايه ده احنا مش ضحايا ومش هنعيش دور الضحايا، عشان احنا بس عندنا شويه مشاكل وليها حلول، فبكل بساطه هندور على حلول المشاكل دي وهنعدي الامور ان شاء الله. احنا زي ما في امور كتيره اتصعبت علينا، في فرص كتيره اتفتحت لنا، مش لازم تحصر نفسك في البيبان المقفول، في بيبان كتيره تانية الحلو اللي فيها ان لسه محدش خبط عليها، خليك واحد منهم. يعني ابوس ايدك بلاش تبقى بتتفرج على فيديو تحفيزي مثلا او فيديو بيديك باب من اللي انا بقول لك عليهم دلوقتي وبيشرح لك ازاي تخشه وانت تبقى اللي هو هاي جميل والله لاف سكرول داون. يا اخي بالله عليك ركز، مفيش وقت الكلام ده دلوقتي لازم تشتغل ولازم تنفع نفسك عشان ربنا يكرمك ان شاء الله. الفرص كتير والمجالات كتير، روح دور بنفسك واتعب شويه. وعاوز اقول كلمه اخيره للجيل اللي قبلنا، انا مش عايز اقلب الموضوع الدراما زياده عن اللزوم، بس يعني انتوا ابهاتنا وجدودنا ابهاتنا وجدودنا، فاحنا في نفس الصف، يعني احنا مع بعض. يعني بالله عليكم مش ناقص تحديات، احنا مع بعض. بلاش لازم الخناقات اللي بتحصل دي، يعني انتوا جيل كذا وانتوا جيل كذا، لا احنا شفنا خلاص. يعني ساعدونا عشان نساعدكم، لو احنا كنا كويسين نعيشكم مع حياة كريمة معانا ان شاء الله. كلنا شايفين الدنيا صعبة ازاي، مش هتبقى الدنيا واحنا هنحط على نفسنا اكتر. يعني بالله عليكم ركزوا مين معانا ومين ضدنا، وفهموا الكلام. طيب طولنا قوي، بس اتمنى يكون حد استفاد من الكلام اللي انا قلته ده. لو وصلت لحد هنا شكرا جدا ليك، وكمل جميلك بقى وانزل اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، عايزين نكبر اسرع من كده شويه. ده لو انت على اليوتيوب، اما لو انت على الفيسبوك فاعمل فولو للبيج واستنى كل جديد. بس كده، سلام. بس برضه يا ابو حميد انتوا جيل من ده. يلا من هنا يا كابتن.